مرحباً بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. الحكومة المغربية تعلن إقامة شعيرة عيد الأضحى لعام 2026 بشكل طبيعي. وفي التفاصيل، أعلنت الحكومة المغربية يوم الخميس أن عيد الأضحى لسنة 2026 سيمر في أجواء عادية، مؤكدة أن عملية ذبح الأضاحي ستتم بشكل معتاد، وذلك بعد فترة من الانتظار والنقاش الكبير الذي طبع السنة الماضية بخصوص وضعية القطيع الوطني. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم مارس إن المغاربة سيحتفلون بالعيد هذه السنة بشكل عادي، نافياً بشكل غير مباشر ما تم تداوله سابقاً حول إمكانية الإلغاء أو التعليق. وأوضح بيتاس أن الحكومة عبأت موارد مالية مهمة بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة سنوات الجفاف والظروف المناخية الصعبة التي أثرت على القطاع الفلاحي. وأكد المسؤول الحكومي أن الدعم الرسمي الذي جاء بتوجيهات ملكية ساهم في تقوية صمود الفلاحة الوطنية أمام التقلبات المناخية، مضيفاً أن التساقطات المطرية الأخيرة أعطت دفعة إيجابية ساعدت في تحسين وضعية الماشية في البلاد. ويأتي هذا الإعلان الرسمي ليضع حداً للنقاش الذي ساد خلال سنة 2025 عندما تم فتح نقاش عمومي واسع